كيف يجمع بين التوكل على الله في الهداية والحذر من مكر الله على ما سبق من الذنوب؟ الجمع يسير على من يسره الله عليه، فالإنسان يتوكل على الله ويحسن الظن بالله، ولكنه في نفس الوقت يسيء الظن بنفسه وبالشيطان، فإن النفس أمارة بالسوء، فيسيء الظن بنفسه ويبتعد عن المعاصي وعن أسبابها، ويسيء الظن بالشيطان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يغفل عن الشيطان أبدا مهما بلغ إيمانه ومهما زاد علمه ومهما كثر صلاحه، فإنه كلما كان أصلح كان الشيطان عليه أحرص، فيحذر من الشيطان ويسيء الظن به ويبتعد عن المعاصي، ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله، بل يرجو ويخاف، يرجو ويخاف، فيرجو فضل الله ويخاف مكر الله سبحانه وتعالى، ويوقن أن من سار في الطريق أعانه الله وأكرمه الله، وأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله إليه أكثر، فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة، ومن حفظ الله حفظه الله. ولا تحمل هم ما عند الله فإنه يقين، لكن احمل ما عندك، احمل هم ما عندك، أما ما عند الله فهو يقين. وذلك ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة عند الله وهي يقين، ولكن المسألة ماذا عندك أنت؟ احمل هم نفسك وراقب نفسك، فإذا فعلت مخلصا متبعا فثق أن ما عند الله أعظم مما ترجو، وأعظم مما تأمل، وأعظم مما تحب، لكن إياك أن تؤتى من قبل نفسك، إياك أن تؤتى من غفلتك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يرضى عنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.